السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم يا أحباب. أسأل الله أن يتقبل طاعتنا وإياكم في هذه الليلة المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي حديث آخر: لا يكيد أهل المدينة أحد بسوء إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وفي حديث حذيفة: إنما أتخوف عليكم من رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام ثم غيره الله عز وجل إلى ما شاء فانسلخ منه ورماه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. يقول حذيفة: فقلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل الرامي. والله ما هذا إلا ما نراه اليوم من هذه الفئة الضالة، هؤلاء الدواعش الذين رموا الناس بالشرك وأصبحوا يقتلون المسلمين. وما حصل اليوم من تفجير في الحرم النبوي، أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن ينجيهم من هذه الفئة الضالة. أقول إن الله قد حرم قتل الحمام في الحرم وأنتم تقتلون المسلمين. من الذي أخبركم أن طريق الجنة على جثث المسلمين؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أخيرا أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يقيهم شر هذه الفئة الضالة، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويرد كيدهم في نحورهم. اللهم من أراد بنا كيدا فاجعل كيده في نحره.